تمتع بها الشعب المصري بقيت حاضرة في كل تفاصيل الثورة لدرجة أبهرت العالم وجعلت الكثير من قادتها يتباهون بما جرى في مصر. ناصر فرغلي رصد حس الفكاهة في هذه الثورة المصرية. نتابع معنا. ثار يثور ثورة فهو ثائر وهم ثوار. لن يفيدك المعجم أكثر من هذا في فهم ما حدث في مصر بين 25 من يناير و11 من فبراير. ثورة حقيقية في بلد قيل إنه يثور أبو الهول أولا ثم يثور المصريون، لكن الصورة لا تكذب. بالجموع، بالملايين، بالتحدي، بالنار التي لم تكن بردا ولا سلاما، والماء الذي أريق عكس وظائفه لغرض ليس هو الحياة، بالأسماء والوجوه والبشر في مواجهة أجهزة أمن منزوعة الملامح. هؤلاء الذين ولدوا فوجدوا الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب وحسني مبارك رئيسا، هم اليوم بقدر خرافي من الجسارة يتحدون قوى كأنها الطبيعة نفسها. وتحت أنظار العالم الحديث وكاميراته وأقماره الصناعية وبثه المباشر، لعلها تكون الثورة التي حظيت بأكبر تغطية في التاريخ. ثورة ككل الثورات، لكنها ليست ككل الثورات. قيل إن كل ما يأتي إلى مصر يتمصر، كما قال شاعر العراق الأكبر مهدي الجواهري: حتى الطبيعة عندها تتمصر. في كل دقيقة لوحة ترسمها إرادة شعب وتتلقفها العدسات. حتى اللقطة الأشهر في القرن العشرين، رجل دبابات ميدان بكين السماوي، تمصرت في الثورة المصرية. أفلا تتمصر الثورة؟ جدع جدع جدع. لنبدأ من جديد. فقط في مصر يقنعك أطفالك أن تصطحبهم إلى الثورة بدلا من حديقة الحيوان. فقط في مصر يمكن لجينيس أن يسجل أصغر قائد لمظاهرة ثورية، طفل مصري عمره 7 سنوات. تم تحطيم الرقم القياسي السابق بواسطة طفل من الإسكندرية عمره 4 سنوات. ميدان التحرير يستعيد اللقب، أصغر ثائرة في العالم. تتعلم الثورة قبل أن تتعلم الكلام، فقط في مصر. فقط في مصر يمكن للعرسان أن يختاروا بين زفة في سيارة رياضية مكشوفة أو دبابة من طراز M60، الزغرودة والطلقة في هواء واحد. فقط في مصر الثوار في عمر جيفارا وجسارة جيفارا، لكنهم يبتدعون أغطية رأس لا تشبه قبعته الشهيرة. في التحرير التراجيديا لا تنقص الميدان. انتهز إذن هدوءا نسبيا بين هجوم للأمن المركزي وآخر للبلطجية اللامركزيين
وارتجل قليلا من الكوميديا كأن تلعب شخصية رفيق من ثوار الهند. على الكرسي. قلنا ننيني النني وانا ينيني الكرسي ونرميه بالكرسي ونجيب كرسي تاني يلا يلا الكرسي ينفعه. في مصر فقط تستطيع النكتة أن تكون بيانا ثوريا. سقوط بن علي في ساعتين بعد وصول المظاهرات إلى تونس العاصمة جعل 18 يوما من صمود مبارك تبدو وكأنها الدهر. معاناة هذا الشاب لم تدم كثيرا، فقد تم افتتاح حلاق الثورة وبالمجان للثوار طبعا. تساءل الثوار ما إن كان تشبث النظام خارقا للطبيعة، فأضافوا للعمل الثوري ما لم يرد في أي كتيب إرشادات لأي ثورة سابقة: حفل زار ثوري لصرف رئيس ملتصق. لم تفرز الثورة قائدها بعد، لكنها أفرزت حلاقها وكذلك مغنيها ومنشديها. وفي مصر فقط يمكن أن تثور وأن تصور فيديو كليب في آن واحد. أو تكون ابن وزير، الحياة هتكون لك أحلى، جيلك شغلك في السرير، كله يقول عايز تغيير، كله نايم جنب الزير، كل واحد جوه بحره الإمتى نعيش زي الصراصير. لا يمين إسقاط النظام، الناس بتموت وأنا مالي، تتهد بيوت، إيه جرالي والعمر يفوت، بالي خالي سيبني في حالي وهم عيالي. يمكنك أيضا أن تثور وأن تصور فيديو كليب وأن تشاركك فيه بأخوة ثورية، مظاهرة مليونية فقط في مصر. نزلت وقلت أنا مش راجع، وكتبت بدمي في كل شارع، سمعنا اللي ما كانش سامع، واتكسرت كل الموانع، سلاحنا كان أحلامنا، وبكرة واضح قدامنا، من زمان بنستنى، بندور مش لاقيين مكاننا، في كل شارع في بلادي. النظام المترنح حاول الرد، استعان بأحد أهم أسلحته، صوت العصر ورجل المرحلة ورمزها الفريد في نوعه، شعبولة. 25 ميزان التحرير، يوم هنعيش نفتكره كتير، عايزين بقى نفتكره بخير، ونعيش ونفرح بالتغيير، يا بلد عيال مولعة، كبر دماغك وسعها، كبر مخك، كبر دماغك وسعها.
وبينما كان آلاف الخارجين على القانون يمرون من تحت أنف حارس بوابة سجن المرج، كان المذكور يصرخ متوسلا أن اتركوا عجول مزرعة السجن حتى لا يناله العقاب. أما مفجر الثورة المصرية الشاب فقد ضبط أخيرا يرقص ويضحك في غرفة عملياته بين أصدقائه سعيدا بالانتصار، وكان كل مرة يلتقي كاميرات التلفزيون يبكي. ثم كان يبكي أيضا. ثم كان يبكي أيضا كذلك. وفي مصر فقط البعير هو نفسه القشة، وقد تمر الألفية الثالثة بكاملها وربما الرابعة أيضا دون أن يأتي مشهد بهذا القدر من الخرافية والخرف والحماقة والطرافة في آن معا. إن لغز الثورة الباقي هو من العبقري الذي فكر بمواجهة اللابتوب في 2 فبراير بديوان امرئ القيس. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وهل صحيح أنه مصاب بلوثة يسميها النفسانيون لوثة أصحاب الفيل؟ وهل شائعة إدمانه على مشاهدة فيلم الساموراي الأخير 3 مرات قبل النوم هي شائعة صحيحة؟ يحدث فقط في مصر. هناك ثورات مخملية، وهناك ثورات حمراء، وأخرى بيضاء، وهناك ثورة الياسمين. كان على الثورة وهي تمر في مصر أن تدرك أنها ستتغير وإلى الأبد. فالمصريون علموا الثورة كيف تكون ساحرة وساخرة، دامية ولاهية، مورة باللهب، مقدودة من تعب ومن لعب، محبة للحرية قدر حبها للحياة. هل تريدون اسما لثورة مصر؟ سموها الثورة الطاهرة. ناصر فرغلي، BBC.